السلام عليكم. بصوا يا جماعة، يعني زي ما بيقولوا كده، خير الكلام ما قل ودل. دي تفويته. انبي مفوت الماتش ده للزمالك. تقول لي ازاي بس يا عمر؟ ده انت بتقول كلام حلو في حق الزمالك. ايه اللي انت بتقوله يا عم؟ احنا بندردش مع بعض. النهارده انا شفت يعني انبي كان هيسجل هدف والتاني. ما تقوليش حظ بقى. ما انت ما ترجعش تقول لي ده حظ. مش هقتنع بيها بصراحة. ما تقوليش ده حظ، اصل ده الزمالك حظه كده. اصل لا، ده مش حظ. ده مش حظ. الحظ معروف في كورة، اما كورتين تلاتة لا، ده مش حظ. تحس ان المباراة كده ام بي ايه بيقول للزمالك سيبها عدوها. انا عديها. لا، في حاجة غلط يا جماعة. وبعدين النهارده تعادل الزمالك مصلحة كبرى للنادي الاهلي. الاهلي كان مستني الزمالك يتعادل، يا اما مع بيراميدز يا مع اي فريق. الزمالك تعادل النهارده بقى 50 نقطة. سهل المهمة شوية على النادي الاهلي. وانا ما اعرفش الزمالك اتعادل ليه. يعني انت بتتعادل ليه؟ سهتان كده في المباراة. اللعيبة سهتانة. واخوان بزيرة طول ما في مدافع ماسكه، طول ما في حد ماسكه، لا بيعرف يتحرك ولا بيعرف يعمل. في حاجة النهاردة في المباراة ما كانتش مش ده كابتن معتمد جمال. هنقوله انبي برضو، يعني اللعيبة كانت شادة شوية، كانت قرص على الزمالك شوية، ده حقيقة وانا معاك في كده. بس المباراة دي ما تروحش. المباراة دي المفروض ما تروحش نهائيا. مباراة زي دي لازم الزمالك، يا عم انت بتنافس على الدوري، يبقى شكلك عامل كده النهارده. انت بتنافس على بطولة الدوري المصري. كان المفروض النهارده الاداء يبقى مفيش كلام. لا، النهارده اداء الزمالك مش عاجبني نهائي. كان ممكن لاعبي الزمالك يطلعوا، كابتن معتمد جمال يطلعوا اداء افضل من كده ويسجلوا هدف. ده انبي كان هيسجل مره واثنين وثلاثه. ما تقوليش حظ بقى. يعني كلمه حظ دي ما بتدخلش دماغي يا جماعه. انا صريح معاكم، يعني ما بتجيش معايا. يعني كلمه حظ ازاي يعني؟ مش فاهم. لا، الزمالك النهارده يا جماعه بصراحه شديده اداء سيء جدا، وضيع منه 3 نقاط. يعني النقطتين كانوا هينفعوك. هدف 3 نقاط، 10/10. ضيع منه ال3 نقاط النهارده. بصراحه يعني انا حزين على الزمالك. عملوا النهارده 3 نقاط مهمين، كانوا هيصعبوا المهم على باقي الانديه ومن ضمنهم الاهلي. انت كده بدات تسهلها شويه. يعني الزمالك بدا يسهلها شويه. طبعا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي النهارده. يلعب الساعه 8 وان شاء الله الاهلي يكسب. احنا مش عايزين تعادلات يا جماعه.